السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأتم صحة يا رب العالمين. النهارده بقى زي ما انتم شايفين انا جايه لكم بفيديو جميل جدا، ودي من احب الفيديوهات اللي قلبي، لان ده طبعا الجبنه القديمه مفيش استغنى عنها خالص في اي بيت. اللي ما عندهوش جبنه ان شاء الله معايا هيعمل كده خميره المش في البيت، وهيحط فيها احسن جبنه، وهتطلع احسن من دي باذن الله بمراحل كتير. دايبة دوب وناعمة وجميلة، اقسم بالله تحفة. طريقة المش ده انا عاملاه من السنة اللي فاتت، هنعمله تاني مع بعض للي ما عندهوش. تعالوا بس كده ادخلوا معايا على الفيديو، ما تنسيش الاول تحطي لايك واشتركي كده معايا لو مش مشتركة، وفعلي الجرس عشان يوصلك كل الاشعارات اللي بنزلها اول باول باذن الله. هنسمي الله ونصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ندخل بقى كده على المكونات بتاعتنا اللي هتعمل لنا المش الرايق الجميل التحفة بلونه الخطير ده. أنا معايا كمية من الجبنة القريش، زي ما تحبي بقى الكمية اللي انت عايزاها، 2 كيلو 3 كيلو لو 10 كيلو حتى هنعمله بنفس الطريقة. انا كده دي انا شرشتها. يعني ايه بقى شرشتها؟ الجبنه بتيجي، انا كنت عاملاها كده بشويه ملح لما نشفت كده شويه، وبعدين بقى تجيبي ملح وعليه شويه شطه تحطيهم، وتفضلي بقى كده تغمري، او يعني ايه تكبسي كده الجبنه بالملح والشطه زي ما انتوا شايفين. يعني مثلا لو هنحط كيس ملح نحط عليه معلقتين او 3 شطه. طبعا كل ما المش بيكون حادق شويه ما فيش اي مشكله فيه. لو كام قطعه كده صغيرين فضلوا معاكي، او يعني إيه حاجات متكسره كده، هرسيها بس في قلب الملح اللي فاضل منك ده وحطيها في المش، هتزيدوا حلاوه ومفيش اي حاجه هتضر معانا، ما ترميهاش خالص. ده بقى المكون اللي معايا، ده المرتة. انا طبعا المرتة دي انا شارياه، لو انت شارياها ما فيهاش نسبة دسم حط لها كده معلقتين سمنة كده عندك بلدي، او يعني اي سمنة، بس طبعا المفضل سمنة بلدي لان المرتة بتطلع من السمنة البلدي. لو انت عندك الزبدة في البيت هتسيحيها، سيبيه كده شوية، لو شلتي سمنة سيبي كده معلقتين 3 فيه. الجبنة اللي قدام حضراتكم دي انا مطلعاها طبعا من الزلعة او البلاص بتاع السنة اللي فاتت، عشان خدت المشي صفيته لقيته الحمد لله ما فيهوش حاجة خالص. كنت حاطة فيه قرون الشطة دي، ودي حاجة اسمها ترمس اخضر بيتجاب، برضو بيمنع الدود وما بيبقاش فيه حاجة وحشة خالص. ممكن برضو تجيبي حاجة اسمها دنكار من عند العطار، بس انا ما لقيتش يعني ما حطيتش، عشان الحمد لله المشي عندي حلو. معايا بقى كوبايه من هريسه الشطه، ممكن برضو لو عندك شطه قرون تحطي. معايا معلقتين كده من الملح، معلقه من الكركم، ومعلقه من الشطه الحمراء. ما انتش عايزه كل كميه الشطه دي ممكن تحطي بابريكا كده، البابريكا مع الكركم بيدي لون حلو جدا للخميره في اولها للي ما عندهوش. سبت بقى المرطه كده على جنب، جبت كده ومعايا لبن رايب. لو انت عندك خميره المش والمش بتاعك خفيف زودي له لبن رايب، لو المش سميك حطي له بقى لبن حليب. بس عشان انا بعمل للي هم ما عندهمش خميره المش من اولها، فانا بعمل الخميره من اول، فحطيت يعني كيلو من اللبن الحليب عليه كيلو من اللبن الرايب. لبن رايب عادي جدا، قطع منك فسبتيه عندك لما راب مفيش اي مشكله. ولو عايزه تروبيه برضو يعني جاهز كده، تجيبي اللبن وتركنيه، او تحط من غير خل ومن غير حاجه، حطيه يومين بس كده وغطيه، هيكون بقى راب الوش بتاعه كده عشان يبقى المش بتاعك دسم وجميل باذن الله، ويقعد معاكي بقى بدل السنة 10 و20. المهم جبت بقى كده الخليط ده، حطيت هريسة الشطة ونزلت عليه باللبن الرايب واللبن الحليب. الأفضل إن انت تضربيهم في الخلاط، بس طبعا عشان أنا عندي المش بتاعي فقلت كده بالمضرب اليدوي، بس لو ضربتيهم في الخلاط هتلاقي القوام أحلى من كده كمان. ونزلت بقى بالكركم والشطة زي ما انتوا شايفين بالظبط والملح، دوبتهم كويس جدا. جيت بقى رفعت المرطة على النار، لأن أنا عايزاها تبقى غامقة عشان تغمق لي لون المش شوية، مش عايزاه بقى يبقى فاتح. مرضتش افصل في الحتة دي، لازم يبقى اللون المرطة بتاعك غامق شوية، وخلي ايدك فيها قلبي رايح جاي عشان ما تتحرقش. شايفين طبعا السمنة اللي على الوش انا سايباها عشان يبقى المش كده دسم. انا كنت صراحة شارية المرطة دي جاهزة، فما كانش فيها اي نسبة دهون خالص، طبعا شايلين السمنة كلها، فانا زودت لها كده معلقتين من السمنة البقري لان هي دي مرطة بقري. سبتها بقى زي ما انتوا شايفين لحد كده ما لونها يغمق شويه، مش راضيه افصل زي ما قلت لكم. كده خلاص بدأ اللون بتاعها يغمق خالص زي ما انتوا شايفين اهو، من غير ما تتحرق ولا الحله يجرى لها اي حاجه، عشان ايديا فيها وعلى نار هاديه. نزلت بقى كده بالراحه بالخليط اللي معايا ده، بنزل شويه بشويه واقلب واسيبها برضو تغلي شويه بشويه كده، لان هي دي الخميره الاصليه معانا. حابة طبعا تزودي لها طحينة، طحينة حمرا مفيش مشكلة، عسل اسود مفيش مشكلة، دي كلها
يعني ايه زيادات كده من عندك انت، لكن هو ده خميرة المش الاصلية. وزي ما قلت لك اضربيها في الخلاط، لان انتوا هتشوفوا معايا انا معايا كمية مش كتيرة، فقلت مش مستاهلة ان انا اضرب دولت في الخلاط. لكن طبعا انت هتبدأي من الاول، اضربيها في الخلاط هتديكي لون احلى. كل المكونات هتدخل مع بعضها في قلب الخلاط، هتديكي لون احلى من كده كمان. اللون اللي انتوا حضراتكم هتشوفوه دلوقتي. انا كان معايا طبعا فاضل شوية من الخلطة اللي انا عاملاها في الحلة كده، مرضتش افضيها كلها على النار. هقلب بقى كله على بعضه واقلب تقليبة. خلاص وهدوق المش بتاعي. طبعا لازم يبقى حادق، لان دي جبنة قديمة حادقة، عشان ما ينفعش المش يكون عادي، يعني لازم يكون حادق وحراق كمان. زي ما احنا شايفين خلاص كده انا هركن بقى الكمية دي طبعا كمية بسيطة، لان انتوا هتشوفوا معايا انا عندي كمية مش كتير، فانا قلت بس عايزة ازودها عشان انا هزود كمية الجبنة. شايفين بقى المش لونه تحفة، اللون ده بتاع السنة اللي فاتت، انا لسه عاملة المش جديد السنة اللي فاتت بس، مش بقاله سنين ولا اي حاجة، وجميل جدا وريحته خطيرة. نزلت بقى بالكمية اللي انا عاملاها عليها عشان اقلبها بقى كلها مع بعضها. ممكن برضو لو في الخطوة دي عندك هاند بلندر اديهم كده ضربة مع بعض مع قطع الجبنة اللي انا كنت مدوباها فيها عشان يتقل كده ويبقى جميل. ممكن خرطتين كده من الجبنة، يعني قطعتين من الجبنة كبار تهرسيهم برضو فيه. دي بقى الجبنة القديمة اللي كانت عندي من السنة اللي فاتت، حطيتها كده في برطمان لوحدها. تحفة تحفة، جميلة جدا. ومعايا بقى ده البلاص او الزلعة زي ما هي يعني المسميات اللي بيقولوها. طبعا ده البلاص كده اهم حاجة انك تسنديه على حاجة. انا كده جبت يعني حلة كده وحطيت فيها حتة قماشة من بره عشان ما تجرحوش من ولا ينكسر ولا اي حاجة. نزلت كده بقى بقطع الجبنة اللي انا شرشاها بقى، شفتوا انا بحدفها وما بتكسرش ولا اي حاجة، لان انا عاملاها بالملح والشطة كويس جدا. انزل بشوية واحط كده شوية مش لحد ما اخلص بقى الكمية كلها. اخلص بقى الكمية تكون زيادة، انا ما مليتش البلاصي، بس كل بقى اما اجيب ممكن ارمي بقى فيه. امليه كله. وده سعره مش غالي يعني، ممكن تجيب واحد كده ياخد له حوالي 5 أو 6 كيلو، ممكن فيه ياخد ال10، فيه ياخد 20، طبعا على حسب الحجم. الأسعار متراوحة، يعني أنا ده كنت جايباه ب70 جنيه، ممكن دلوقتي يكون أغلى، بس يعني الأسعار مش حلوة حلوة يعني الحمد لله. ليه بقى؟ لأن هو هيعيش معاكي العمر بحاله. غطيته بقى، غطيه كويس جدا، وكمان اربطيه بكيس كده من بره، هيفضل بقى معاكي واركنيه ما تاكليهاش، اوعي تفتحي عليها اقل من 4 5 شهور. تحفة. وكمان بقى لو استنت سنة معاكي يبقى جميلة جدا. طلعت بقى قطعة ديت من اللي قلت لكم اللي بايتة عندي، تحفة جميلة. اعملي بقى طماطم على جبنة كده، وجبنة بقى قديمة زي دي، احلى طبق سلطة ممكن تاكليه مع الجبنة القديمة. اتمنى حبايبي لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب واشتراك بقى في القناة، وفعلي الجرس كده عشان يوصلك كل الاشعارات اللي بنزلها اول باول، لان انا مش لاقية كده تقدم كتير في القناة. بس ان شاء الله باذن الله انا مش هيأس، ومعاكم هنكبر وهنكبر بعضينا باذن الله. وخلاص انسونيش بقى في دعوة حلوة، وكل سنة وانتم طيبين. اسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.